fatal, la bomba, alarma. Bellissima. Celebra, bellissima. Celebra, bellissima. Celebra, bellissima. Celebra, bellissima. Celebra, bellissima. Escúchame. النهارده اسباب تواجدك في ملعب سخا. أنا النهارده بنقيم مباراة في تصفية دوري القسم الرابع الموسم 2012-2013 بين أول مجموعة الثانية اللي هو مركز شباب إبشان مع نادي عليم الرياضي اللي هو ثاني المجموعة الأولى للصعود للقسم الثالث 2013-2014. وبالأمس أقيمت مباراة بين نادي الدلتا للسكر ومركز شباب برج البرولوس في نفس التصفيات على ملعب بيلا. فاز نادي الدلتا للسكر 4-0، وان شاء الله هيتم تحديد الماتشات النهائيه اللي هو المغلوبين المهزوم مع المهزوم والفائز مع الفائز للترتيب الاول والثاني والثالث والرابع للقسم الرابع للصعود للقسم الثالث ان شاء الله السنه 2013-2014. المجموعة 11 القسم الثالث تشهد صراع بين الزعفران ودسوق ومجموعة كفر الشيخ. كان السكة في السباق بس الزعفران دخل المنافسة. ايوه الزعفران بتأدي في الادوار في الاسابيع الحاليه ماتشات كويسه ونتيجه كويسه وصعدت وفي مقدمه الجدول، وربنا نتمنى للجميع سواء انديه كفر الشيخ او انديه الغربيه المشاركه في المجموعه ال11 التوفيق طالما بيأدوا كويس وكل واحد بيعمل اللي عليه بحيث ان الكوره تمشي والدنيا تمشي وتبقى كويسه ان شاء الله. رأي الحاج عطية في الأحداث النهارده الأطرس ولع في اتحاد الكورة في الشرطة، هل فعلا أطرس بورسعيد هيوافق بالأوضاع النهارده بالحكم؟ والله احنا طبعا لابد نحترم قرار القضاء، وبعدين احنا كناس رياضيين لابد نحترم الشارع المصري كمان ونكون بعيد عن الاحداث ديت. احنا كجهات تنفيذيه في الفروع تبع الاتحاد المصري لكره القدم بيهمنا ان احنا نتكاتف كلنا لابعاد اللعبه عن الصراعات سواء في الشارع او في بين القوى السياسيه. شايف المدرجات هتمشي اتحاد الكوره، هتمشي مجالس الادارات في الانديه، شايف ان المدرجات بتتدخل كتير في شغلهم؟ والله العملية بعد قانون الرياضة اللي بيعد بمعرفة وزير الدولة لشؤون الرياضة أظن الأمور هتكون في صالح العام للرياضة المصرية إن شاء الله. بالتوفيق يا كابتن لمنطقة كفر الشيخ، وإن شاء الله نشوف ماتش قوي النهارده. شكرا متشكرين. كابتن النهارده تعليقك على الحكم المحكمة النهارده؟ والله حكم المحكمة هي أضرب بأدلة وأوراق، فأكيد الحكم صح يعني. مش الناس مش هتحكم على الناس بالإعدام أو بمؤبد أو ب15 سنة إلا ما يكون في إيدهم الأدلة اللي تسمح بذلك يعني.
هل الحكم النهارده هيرضي جميع الاطراف؟ هيرضي الاهلي، هيرضي بورسعيد، هيرضي جميع الاطراف النهارده؟ هو مش مسألة يرضي مين ولا ما يرضيش مين، المهم ان القاضي حكم بضمير ولا لا، حسب الأدلة والأوراق اللي بين ايديه ولا لا. اما طبعا اهل بورسعيد مش هيوافقوا بالحكم ده، التراس الاهلي موافق بالحكم ده. المهم الأدلة تكون صحيحة وخلاص، وضمير القاضي اعتقد صح يعني. بعد حكم المحكمة اشتهرت النهارده باتحاد الكورة ونادي الشرطة وانتشر شائعات كتير ان هيتم وقف النشاط. ما اعتقدش ده، هم الاتحاد الكوره ما صدق ان تبث الحياه في الملاعب الرياضيه، ما اعتقدش يعني. كابتن، بحكم ان احنا النهارده في نادي كفر الشيخ الرياضي بعد لقاء سما الندوة كفر الشيخ شائعات كتير برحيل الكابتن ايهاب جلال. هو فعلا كان حسب ما عرفت كان واقف مع الكابتن اشرف ابو حليمه رئيس مجلس اداره نادي كفر الشيخ، وقال له خلاص انا مش جاي كده، وسلم فعلا على اللعيبه وبتاع. ف ايهاب ملوش ذنب في حاجه، النتيجه دي بتاع ربنا. الراجل انا اتفرجت عليه وشفته اكتر من مره، بسم الله ما شاء الله، مدرب كويس جدا، اخلاقات عاليه جدا، كل حاجه بشوفها بيعملها في التمرين، اداره مباراه على مستوى عالي. لكن هو بس ايه، الولاد ناقصهم شيء من الخبره، شيء من الخبره. لا يا كابتن، انت حضرتك شفتوا اللعبه بتعبر عن فرحتها وسابت الملعب. مش اعتقد عبرت عن فرحتها ازاي يعني. اللي احرزوا الهدف راحوا للدكه على كابتن ايهاب، سابوا الملعب، سمنود حصل وانا حصل لي والله نفس الموقف ده في مباراه دسوق برضه، اللعيبه جابت جول في دسوق فرحانين، فسابوا الملعب وقاعدين يسجدوا ويهنوا بعض، هوب سنطره دسوق جابت جول في نفس الدقيقه، نفس القصه. فده دي ثقافه رياضيه، قله خبره باللعيبه. بيلعب بلعيبه 18 سنه و19 سنه وحوالي 3 4 يعني 25 سنه و27 سنه، فدي قله خبره، دي ثقافات، ده للاسف ينقصنا في مصر كلها يعني. شايف من راي حضرتك الشخصي ان كفر الشيخ هتخسر كتير لو الكابتن ايهاب ما كملش معاهم؟ هو تواجد النهارده في التمرين، النهارده السبت تواجد النهارده. والله انا من اسعد الناس ان هو يكون موجود، لان زي ما قلت لك هو مدرب كفء قوي يعني، وقلت لك ان قله خبره لاعبي نادي كفر الشيخ رغم التدريبات واداره المباريات لايهاب جلال ممتازه، لكن هي قله الخبره. المفروض طبعا ان اسم كفر الشيخ ده مش شويه بين في بحري، المفروض يخش في مركز ثالث ثاني اول، لكن هو جاي ايهاب بصراحه هو مظلوم، جاي على تركه خربانه، بمعنى ان لا اعداد لفرقه ولا ان انا اجيب لعيب ناقص في مركز معين، ولا يعني لا من ناحيه بدنيه ولا مهاريه ولا تكتيكيه لعيب معد ولا نفسيا معد. فانا حتى مجلس الاداره كان بعضهم بيقعد يتكلم معايا يعني يشورني، فقلت لهم اي بني ادم هيمسك ورا المدرب السابق الله يكون في عونه. لقاء الجارحين دوري الدرجه الثالثه غدا، عندك لقاء صعب مع بيلا، حضرتك خسرت من الكاس من الزعفران، بيلا خسر من قلين، شايف الماتش ده ازاي يا كابتن؟ والله انا بس عايز اوضح للناس ان حته ان انا اخسر من الزعفران، انا قبل في محاضرتي للاعيبه قلت لهم انا نزلت الاحتياطي وكتير من الناشئين، فيش الا 4 اساسيين، منهم واحد اتجبس وواحد منشأ العضله الاماميه ورجله الشمال، فقلت لهم انا مش عايز الماتش، انا عايز الدوري مش عايز الماتش، ان شاء الله تخسروا 70 حتى، انا مش عايز الماتش. بالنسبه للماتش بكره انا عندي للاسف بقى انا ما بقدمش مبررات، انا عندي 8 لعيبه بالظبط بين ركبه واربطه وعضله وجبس، فانا والله انا مش عارف بكره انا هلاعب مين وانزل مين، لكن انا بقول لك هيبقى الفرقه 99% من الناشئين. شايف انت اللقاء هيبقى صعب، خاصه انت هتلاعب بيلا على ملعبها وفي تواجد جمهور، زي ما عندك في سيسان بتواجد جمهور، بيلا بتواجد جمهور. والله جمهور بيلا يعرفنا كويس وجمهور مؤدب على فكره، وفرقه بيلا على فكره فرقه فيها مجموعه لاعيبه محترمه جدا جدا جدا. عندهم بعض المشاكل في الماليات يا كابتن، ما بياخدوش بدل انتقال، ما بيصرفوش حاجه، مشاكل كتير في الفرقه. اللي هو مش مشاكل، هو تقريبا واضح ان المدرب بتاعهم عامل لائحه انه الفلوس او المكافآت لما يكونوا مركز اول. لا يا كابتن، ده هو اللي بيصرف من جيبه. لا ما بيصرفش من الاداره. لا، وانا بقول لك لا انا بقول لك لا، ما بيصرفش من جيبه، هي في لائحه بتقول بتنص عن ان على الحصول على المركز الاول بيتاخد مكافآت، غير كده لا. لكن بقى انا اعلم تماما انهم بياخدوا مواصلاتهم والعائد الشهري بتاعهم، لكن هو بيصرف، انا اللي بقول لك اهو وانا مش معاهم لا.
في نفس التوقيت سيقام لقاء الزعفران وتسوق في الزعفران. شايف اللقاء ده لقاء قمة المجموعة. ده اكيد ده هيبقى ماتش صعب جدا للفرقتين. الفرقتين كويسين، 2 مدربين. كابتن جمال الشرقاوي على فكره من الناس الممتازه خلقيا ومهنيا، وكابتن حسام السقا كذلك، وده كان لعيب عندي ومدرب واعد باذن الله. فرقتين كويسين فيهم عناصر كويسه، فما تقدرش تتنبأ بين الفرقه دي او الفرقه دي. لكن انا مباراه الزعفران فيها عناصر ممتازه، دسوق برضه فيها عناصر ممتازه، فالتوفيق هو اللي هيلعب دوره، واللي هيمتلك اعصابها هاديه هو اللي هيكون ليه نصيب الحظ انه يكسب.